بشرى الحضرمي من سلطنة عمان، من ديرة القلاع، من دار السلطنة. ألا يا حرقة أعصابي يمزغني الوصال أمرار، ألا يا حرقة أعصابي يمزغني الوصال أمرار، ويحرق كل ما فيني وياخذ خيره وشره. وجاني خبرك الموجع واسودت في عيني الدار، رحل عني العزيز اللي وضع في داخلي جمره. يا يوسف وين أنا بلقاك، خذاك الموت عني وسار، وخلاني أنا لحالي أعاني بداخلي حسرة. يا يوسف يا ضياء العين وانته عالي المقدار، يا يوسف يا ضياء العين وانته عالي المقدار، خذاك الغوص من عيني وهذه حكمته وأمره، خذاك الغوص من عيني وهذه حكمته وأمره. يا يوسف وين أنا بلقاك، يا يوسف وين أنا بلقاك، أفتش في سما الأقدار ولا ألقى سوى طيفك تذكرني بك النظرة. رحمك الله يا يوسف، رحمك الله يا يوسف، عساك في جنة الأبرار، وتغمد روحك الطيب وتشم الزهر في عطرة، تغمد روحك الطيب وتشم الزهر في عطرة. سلامتكم. صح لسانك. دربيل هكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم جميعا حضور ومشاهدين. مرحبا أختي بشرى. مرحبا بك. يلا حيها. الله يحييك. عزيزة وغالية ومن بلاد نعزها ونقدرها ونحترمها. الله يخليك. أنا ما عندي أي ملاحظات على القصيدة، فقط أحول الكلمة لأخوي أبو نايف. الله. مساك الله بالخير أختي بشرى. مساك الله بالرضا والحمد. قري لي يا يوسف وين أنا بلقاك. اقري لي يا يوسف. يا يوسف وين أنا بلقاك، خذاك الموت وعني صار، كملي. وخلاني أنا لحالي أعاني في داخلي حسرة. يا يوسف وين أنا بلقاك، أفتش في سما الأقدار. يا يوسف وين أنا بلقاك، أفتش في يا يوسف وين أنا بلقاك، أفتش في سما الأقدار ولا ألقى سوى طيفك وتذكرني بك النظرة. هذا اللي أنا أبيه. هذا البيت هو أجمل بيت في قصيدتك. طبعا مو متكلم عن باقي الأبيات، باقي الأبيات جميلة، ولكن هذا ليس أرق وأجمل بيت. هناك الكثير من الأبيات الجميلة، صور جميلة أيضا ضمنتيها في قصيدتك. الله يسلمك. أهنيك وأشكرك. يعطيك العافية. وأنا تبي أقول لك شغلة، لحظة شوي بقول لك شغلة. أنت الليلة مو بغباني، أنت الليلة الحطيئة. أستاذ خالد. مساء الخير أختي بشرى. الله يمسك برضا العافية. الله يحييك معنا. مرحبا. معلش بعد أنا بيسمع مرة ثانية البيت الثاني والثاني والثالث. وجاني خبرك الموجع، وجاني خبرك الموجع واسودت في عيني الدار، رحل عني العزيز اللي وضع في داخلي جمره. يا يوسف وين أنا بلقاك، يا يوسف وين أنا بلقاك، خذاك الموت عني وصار، وخلاني أنا لحالي أعاني بداخلي حسرة. الله لا يهينك. أعتقد البيت الثاني بكل صدق الواو عندك زايدة إذا لم تكن أكثر. فيش في صدر البيت الثاني. يا يوسف أعتقد في البيت الثالث في الصدر هناك طول في الشطر. لو قلتي أنت قلت لي يا يوسف وين أنا بلقاك، خذاك الموت عني وصار. لو قلتيها يا يوسف ويش أنا أسوي، خذاك الموت عني صار بدون الواو، أعتقد يستقيم الوزن أكثر. النص في مجمله كألم أعتقد عبر عن المطلوب منه. وكان ودي أنك وظفتي البيت الخامس في ترتيبه، جبتيه بعد البيت الثالث جاء في الرابع. تعرف أنت السرعة يعطيك العافية. فقط احنا ننظر للنص، وكان في تنبيه عليكم، حاولوا تدركون الوقت إن شاء الله. شكرا لك حضورك، ربي يوفقك. الله يسلمك. شكرا.